5 حالات بنحتاج فيها السونار بالمنظار. في اماكن في الجهاز الهضمي والبنكرياس صعب جدا الوصول ليها بالاشعه العاديه بدقه، حتى الاشعه المقطعيه ما بتعرفش توصل لها. هنا بيجي دور السونار بالمنظار لانه ادق وسيله تشخيص حاليا لامراض البنكرياس وامراض الجهاز الهضمي. دكتور أحمد جلال، دكتوراه أمراض البطنة جامعة الإسكندرية، عضو وزميل الجمعية الأمريكية لمناظير الجهاز الهضمي. 1. أورام البنكرياس. السونار بالمنظار هو الفحص الأدق لتشخيص أورام البنكرياس وتحديد مراحلها بدقة متناهية ما قبل الجراحة. 2. أخذ عينات ال FMB. بتقدر تاخد عن طريق السونار بالمنظار عينة من الورم أو الغدد الليمفاوية سواء في الصدر أو في البنكرياس أو في البطن بأمان تام وبدون جراحة. 3. حصوات القنوات المرارية الدقيقة. السونار بالمنظار بيقدر يشوف الحصوات الصغيرة جدا في القنوات المرارية اللي ممكن ما تظهرش لا في رنين مغناطيسي ولا في أشعة مقطعية. 4. أكياس البنكرياس. السونار بالمنظار بيقدر يقيم أكياس البنكرياس وتحديد نوعها وهل كانت محتاجة متابعة ولا محتاجة عينة وتدخل علاجي عاجل. 5. أورام جدار الجهاز الهضمي. أي نتوء في الجهاز الهضمي سواء في المعدة أو في القولون وأنا مش عارف مصدره منين، السونار بالمنظار بيقدر يحدد لي الطبقة اللي طالع منها الورم وإذا كان ينفعه تقشير ولا لازم جراحة. توفير تقنية ال AOS في مركز معتمد زي مركزنا باسكندرية معناه إن إحنا بنقدم لك أعلى مستوى من الدقة الطبية المتاحة عالميا في مكان واحد. اتشخص صح عشان تتعالج صح.